السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي، يا رب تكونوا بصحة وخير. النهاردة هنعمل مع بعض فطاير الطاسة، من اسهل واسرع الوجبات اللي ممكن نعملها للعشاء لما نكون عايزين نتعشى عشوة حلوة او لما نكون عايزين غدا خفيف. طريقة تحضيرها سهلة جدا، في دقايق معدودة هتكوني محضراها، وطريقة تسويتها سهلة جدا في الطاسة على البوتاجاز، مش محتاجة لا فرن ولا اي حاجة خالص، والنتيجة مبهرة. كل اللي هيدوقها هيدوب كده في حلاوتها دوبان، وولادنا هيحبوها قوي لانها قريبة جدا من طعم البيتزا. وصفة بجد كده من الاخر هيحبها الكبار والصغار. حبايب قلبي سموا الله وصلوا على الرسول، ويلا نبدأ في الوصفة بتاعتنا على طول. بسم الله. هنبدأ الفيديو بتاعنا، وفي طبق كبير كده او بولة كبيرة هحط كوباية ونص من المية الدافية. الكوباية اللي بستخدمها دي 250 مللي، واحط عليهم كده كوباية ونص من الحليب او اللبن، برضو يكون دافي. اللبن والمية ما بيكونوش لا سخنين قوي ولا باردين قوي، بيكونوا كده دافيين زي رضعة البيبي. وبعد كده هضيف عليهم حبايتين من البيض او بيضتين، واحط لهم كده معلقة كبيرة مليانة من السكر، معلقة صغيرة مليانة من الملح، ومعلقة كبيرة مليانة من الخميرة الفورية. هنقلب بقى كل المكونات اللي معانا في الطبق دي كده لحد ما نخلط السكر والملح والخميرة كويس جدا مع اللبن والمية اللي محطوطين معانا في الطبق. الدقيق بقى نفس الكوباية اللي عايرت بيها الحاجات السايلة هنعير بيها الدقيق. هحط 4 كوبايات كده بالتدريج، هحط كوباية كوباية واقلب كده زي ما انتم شايفين، ونرجع نضيف الكوباية التانية ونقلب علشان العجينة تتقلب معانا كويس، ودي ما يكونش فيه اي تكتلات، ويدوب معانا كويس في المواد السايلة اللي موجودة معانا في الطبق. اخر كوباية بضيف منها شوية بشوية واقلب، ما بضيفش الكوباية الرابعة كلها مرة واحدة، بقلب شوية بشوية زي ما انتم شايفين كده، بضيف معلقة بمعلقة. الكوباية الرابعة اخدت 3 ارباعها بس، ممكن تاخديها كلها، بس طبعا كل واحدة على حسب نوع الدقيق بتاعها. المهم ان قوام العجينة يكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اخف من عجينة الكيك حاجة بسيطة. واهم حاجة ان احنا نقلب كوباية دقيق بكوباية دقيق في المواد السائلة علشان تتقلب معانا كويس. هغطيها بقى كده واسيبها حوالي 10 دقايق ربع ساعة لحد ما تخمر. تعالوا بقى ما نحضر الحشوة اللي هنحطها فيها. معايا كده حباية من البطاطس متوسطة، اهم حاجة ان انا ابشرها بالمبشرة الناعمة، يعني انا عايزاها تكون مبشورة ناعم خالص رفيعة خالص. المبشرة بيكون فيها كده كذا جزء للبشر، انا عايزة انه الناعمة او الرفيعة. هنجيب طبق كده ونبدأ نعصر البطاطس كويس جدا من المية الموجودة فيها ونحطها في الطبق. اعصري بايدك كده البطاطس وصفي كل المية اللي فيها. وبعد كده معايا واحدة بصل كده او حباية بصل متوسطة، هبشرها برضو بشر ناعم خالص، انا عايزاها تكون مبشورة ناعم خالص بالمبشرة. شوفي ارفع حاجة عندك في المبشرة بتبشر ناعم واعملي فيها. يبقى هنا عندي في الطبق حباية بطاطس مبشورة ناعم ومعصورة ميتها، وحباية بصل، وكمان شوية كده من الزيتون مقطعهم صغير خالص. هنا عندي فلفل الوان، انا طبعا فرصته معاكم ومقطعاه مكعبات كده او تخين شوية. انا عايزاه في الوصفة دي يكون متقطع نونو صغنن خالص، فانا هحطه في الكبة جرشة 2 3 بس كده، اصغره عن كده. بصوا انا ما طحنتوش قوي او عصرته ولا خليته ناعم قوي، لا خليته بصوا مجروش زي التلج المجروش كده. انت لو قدرت تقطعيه حتت صغننه نونو كده يبقى كده تمام. ما عندكيش فلفل الوان ممكن تحطي فلفل اخضر، مفيش مشكله، حوالي كده قرنين من الفلفل سواء بقى اخضر او الوان اللي عندك اشتغلي بيه. وهحط كده شويه صغيرين حوالي نص معلقه من الزعتر الفريش، انا عندي زعتر فريش، لو مش موجوده عندك بتاخدي كبشه صغيره كده ما بين ايديكي وتفركيها وتحطيها على المقادير اللي موجوده معاكي في الطبق. وبعد كده معايا حوالي كوبايه من الجبنه الموتزاريلا. ما عندكيش جبنه موتزاريلا ممكن تحطي جبنه بيضه، ممكن تحطي جبنه قريش، ممكن تحطي جبنه رومي، ممكن تحطي ميكس من الجبن شيدر ورومي وموتزاريلا اللي موجود عندك خلاص. اي نوع جبنه بينفع، حتى لو جبنه مثلثات ممكن نحطها كمان، نقطعها حتت صغيره ونحطها. وحطيت كبشه كده من البقدونس، من ورق البقدونس مش العيدان، تحطي ورق البقدونس. وطبعا علشان انا فرزته معاكم برضو قبل كده، فانا بطلعه مجمد من الفريزر احطه على طول. هنتبل بقى الوصفه بتاعتنا. معلقه صغيره كده من الفلفل الاسود المطحون، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه المطحونه، وهقلب كل المكونات اللي معايا دي كويس جدا. عايزه تحطي عليها بقى بسطرمه حطي، عايزه تحطي لانشون حطي، عايزه تحطي سجق حطي، لحمه مفرومه معصجه عندك وموجوده حطي، حته فراخ كده موجوده عندك من الغدا باقيه ومش عارفه تعملي بيها ايه قطعيها وحطيها.
المهم ان احنا اي لحوم او اي حاجة نحطها تكون مستوية ومتقطعة كويس. هنا العجينة بعد ما خمرت، بصوا بعد ما قعدت حوالي ربع ساعة في الحر اللي احنا فيه ده بتخمر بسرعة، لكن لو احنا في الشتاء هنسيبها تخمر حوالي نص ساعة او ساعة الا ربع، لان الجو بيكون برد. بتكون خمرانة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هننزل بكل المكونات اللي احنا لمناها مع بعض كده في الطبق، وهقلبها كويس جدا مع العجينة. اهم حاجة ان احنا نقلب كل المكونات مع العجينة كويس علشان كلها تكون مختلطة ببعضها. وانا كنت ناوية اعملها من غير لحوم خالص، بس وانا بدور في التلاجة كده لقيت قطعتين من اللانشون، قطعتهم بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده مربعات صغنونة خالص، وضفتها كمان على العجينة وقلبتها كويس. العجينة لا بنريحها ولا اي حاجة خالص، بنشتغل بيها على طول. يعني بعد ما بنقلب فيها كل الحاجات اللي احنا عملناها دي هناخدها ونشتغل بيها. تعالوا بقى كده ما نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل مع بعض ايه. طاسة كده على النار، وحاولي تكون الطاسة متوسطة مش صغنونة ولا كبيرة، لان كبيرة هتكون العجينة كبيرة معاكي مش هتعرفي تقلبيها. وبنحط فيها كبشة او كبشتين او كبشة ونص على قد الكبشة اللي انت بتغرفي بيها. انا حطيت هنا الكبشة بتاعتي كبيرة، حطيت كبشة ونص. مش عايزة حجم الفطيرة يكون كبير ولا عايزاه يكون تخين، انا عايزاه يكون متوسط، لا تخليها رفيعة قوي ولا تخليها تخينة قوي، خلي حجم الفطيرة متوسط. بسيبها في الاول كده حوالي دقيقتين. اول ما بحس ان هي لونت كده من الاطراف وبدأت تنغص كده وتعمل نغز او اخرام خفيفة كده على وش الفطيرة زي القطايف كده بالظبط، في الوقت ده خلاص بعرف ان الفطيرة بتاعتي احمرت من تحت. ببدأ اقلبها بمنتهى السهولة والبساطة على الوش التاني، وبطرف الفرشة كده ببل حوالين الفطيرة او بسقسق كده حوالين الفطيرة شوية زيت كده خفاف، علشان الزيت ينزل تحت الفطيرة ويحمر الوش من تحت زي ما حمرناه من فوق بالظبط. بسيبها برضو دقيقتين كده على الوش التاني. اول ما بحس خلاص ان هي لونت من تحت زي من فوق، بفضل اقلبها كده على كل جنب كمان نص دقيقة لحد ما اتاكد ان هي خدت لون ذهبي وحلو من الجنبين. حاولي وهي طريه لسه ما تقلبيهاش علشان ما تتقطعش منك، تستني شويه كده لما تتشمع وتبدا تلون وتحمر، اقلبيها براحتك هتكون متماسكه وحلوه قوي. بعد ما خلاص بتاكد ان هي احمرت من تحت ومن فوق واستوت كده وبقت زي الفل، والبطاطس هتستوي يا جماعه علشان احنا بشرناها بشر ناعم جوه الفطيره وهتكون زي الفل. بجيب طبق وبحط فيه الفطيره وببدا بقى اشتغل كل الفطاير بالشكل اللي احنا عملناه مع بعض ده لحد ما اخلص كل الكميه اللي معايا. بصوا ما شاء الله بعد ما خلصت كميه الفطاير اللي معايا كلها 4 كوبايات من الدقيق عملوا لي كميه فطاير حلوه قوي، تنفع للعشاء تنفع للغدا، حلوه قوي وخفيفه وسهله وبسيطه. طريقه تحضير مفيش اسهل من كده، وطريقه تسويه مفيش اسهل من كده. لو عايزين عشاء خفيف بدل ما نروح نشتري بيتزا ولا نشتري فطير ولا نشتري حاجه من بره، حتى كمان لو عيش وجبنه وحاجات هتكلفنا، دي هتكون احسن ومشبعه ومغذيه للولاد كمان. برضو لو عايزه غدا خفيف ومش عايزه تطبخي ومش عايزه تعملي حاجات فيها طبيخ وحاجات من ديت، لو عملتي الفطاير ديت واكلتوها هتكون حلوه قوي. تنفع معانا في النادي في المصايف، تنفع لو انت في اي مكان في اي خروجه هتعمليها وتاخديها معاكي كده في العلبه للاولاد، هياكلوا منها ويكونوا مبسوطين قوي لان هي طعمها قريب جدا من البيتزا. فطاير حلوه قوي هيحبها الكبار والصغيرين من طعمها الجميل. الفيديو بتاعنا خلاص خلص، اللي عجبته الوصفه يا ريت تعملوا لي لايك، مستنيه تعليقاتكم اللي بطير بيها من الفرحه، واشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.